سنة 1911 غادي يدوز واحد القطار للاسم ديالو زانيتي من واحد النفق، وكانت هذيك هي اخر مره غادي يشوفوا فيها قطار زانيتي، حيت هذاك التران ما خرجش من هذاك النفق ليومنا هذا، وغادي يغبر معاه 106 ديال الاشخاص. على الرغم من ان المده الزمنيه اللي تقدر تقطع بهذا النفق هي دقيقه، حيت الطول ديالو ما كيتجاوز كيلومتر واحد، ولكن في الواقع هذيك الدقيقه تحولت ل 100 عام. كاين اللي كيقول انهم دازوا من شي فتحه زمنيه ورجعوا بالزمان للور كانهم سافروا عبر الزمان، وكاين اللي كيقول انها تصفيه حسابات بين رجال الاعمال. كيفاش البلان ولا شنو طرا ولا الفيلم كامل، تبع معايا حتى الاخر غادي تعرف كلشي. بدات هذه القصه منين قررت شركه زانيتي الايطاليه صناعه احسن وافخم قطار كاين في العالم، وهذا الشيء اللي كندوي عليه في ديك الوقيته يعني في 1911. المشروع بدا بواحد الحمله اعلانيه اللي كتستهدف رجال الاعمال والاغنياء بانهم هما اللي قدروا يركبوا في هذا القطار، بحال هي ديال تيتانيك. وكيف ما قلت لكم الحمله الاعلاميه حاولوا يستهدفوا فيها رجال الاعمال خوت اخنوش اللي كاينين في الطاليان، خوت غير في العاقه ماشي في الرضاعه. ما علينا، قالت لهم انكم غادي تقوموا برحله العمر اللي غادي تطبعوا فيها تذاكر بعدد محسوب وقليل، وفئه قليله فقط هي اللي غادي تستافد، وهذه الرحله ما عمرها غادي تعاود. وفعلا داكشي اللي كانت هذيك هي اخر رحله لها، وفي الدعوه الاعلانيه سماوها بالرحله الاسطوريه. وهنا ناضوا كاع اصحاب الفلوس اللي كاينين في الطاليان وبداو كيتسابقوا باش ياخذوا التذاكر، ومع اصحاب الفلوس كيعجبهم هذه الرحلات الاستثنائيه اللي كيكونوا فيها غير هما مع بعضياتهم في شي مكان خالي ما كتعرفوهمش فين كاينين، كلهم مشاو كيتسابقوا وكيجريو باش يحجزوا التذكره ديالهم ويكونوا هما الوحيدين على متن الرحله. وعلى حسب ما يقال ان التذاكر كانت مجانيه، والشركه الهدف ديالها انها تعرف رجال الاعمال والاغنياء ديال الطاليان بالمنتوج ديالها او القطار الجديد ديالها، واللي كانوا مسمينه افخم قطار في العالم على حساب ما قالوا. فعلا جا يوم الرحله وبالضبط نهار 14 يوليو 1911. صعدوا المسافرين من محطه روما على قطار فعلا فخم وراقي متكون من 3 ديال العربات وفيه 100 ضحيه، عفوا 100 مسافر و6 من طاقم القطار. انطلقت الرحله فعلا كلشي فرحان وناشط، ها اللي كيغني ها اللي كيضرب في الطاسه ها اللي كيناقش في لي زافير. وبعد ساعات قليله من انطلاق الرحله المشؤومه بالضبط قربوا يدخلوا للنفق اللي كاين تحت من جبل لومباردي. دخلوا للنفق اللي الطول ديالو كيف ما قلت لكم كيلومتر واحد، والمفروض يقطعوه في دقيقه، ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان. تران دخل مخرج وتقطع الاتصال بالطاقم ديالو كامل، والغريب في الامر انه حتى من الاثار ديالو كاع ما لقاوها، قلبوا عليه برا وبحرا كانه التران داز من شي ثقب زمني ولا سرطاته الارض. ومن الاصل ديال 100 راكب اللي كانوا على متن القطار زائد 6 ديال الطاقم، البوليس غادي يلقاو فقط 2 ديال الناس من اصل 106. وفاش شدتهم الشرطه الايطاليه وبغات تحقق معاهم لقاتهم في واحد الحاله من الذعر والفزع، حاله ماشي طبيعيه، وغتاجل الاستجواب حتى تستقر الحاله النفسيه ديالهم. من بعد باش غادي يستوجبوهم غادي يقولوا لهم انهم غير دخلوا للنفق بدات كتبان لهم ضبابه بيضاء او دخان بيض اللي بدا من المدخل ديال التران وتحول لسائل لزج. هادشي اللي سبب حاله ذعر وخوف لكل المسافرين وبدا الغوات. وكردة فعل منهم هذوك الجوج بما انهم كانوا واقفين حدا الباب فقرروا انهم يتلاحوا من التران، وقالوا انهم شافوا بعد ثواني قليله غادي تغبر هذيك الضبابه وحتى التران براسو غبر. وهاد جوج ضحايا بقاو كيعانيو سنوات طويله من امراض نفسيه. ومن بعد هذا الحادث غادي تقرر مصلحه السكك الحديديه في ايطاليا باش انها تسد هذاك النفق وسماوه النفق الملعون. ولكن بعد سنوات قليله في الحرب العالميه الاولى غادي تطيح قنبله على النفق وغادي تردم نهائيا، وغادي تسالي مع القصه ديال التران وديال 104 الاشخاص اللي بقاو فيه وماتوا، وحتى شي واحد ما عارف شنو طرا لهم. هاد الحادثه كتعتبر من اكبر الالغاز اللي حيرات العالم ليومنا هذا، ومازال ما لقاو لها حتى شي تفسير منطقي. تهلا